في درسنا النهاردة هنتكلم عن the present continuous tense زمن المضارع المستمر. هنشوف مع بعض اليوسج الاستخدام وكمان الفورم او الفورميشن، ازاي نقدر نكون sentence نكون جملة في زمن present continuous، وكل ده على قناتنا Time for English. يلا نبدأ درسنا ونستعد. اول حاجة زي ما احنا شايفين هنا زمن المضارع المستمر the present continuous tense. ركزوا معايا في اللي انا هقوله دلوقتي. اول حاجة هنتكلم عليها اليوسج الاستخدام. عايزين نعرف امتى نستخدم زمن المضارع المستمر. We use the present continuous to talk about things that are happening now. الكلام ده معناه ايه؟ بنستخدم زمن المضارع المستمر لما اكون بتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي، زي ما احنا شايفين هنا قدامنا يعبر عن شيء يحدث الآن، الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي، يعني وقت الكلام. I am sitting in my English class now. أنا دلوقتي قاعد في حصة الإنجليش. يبقى أنا كده بقول لك عن الحاجة اللي أنا بعملها دلوقتي أو الحاجة اللي بتحصل دلوقتي. She is writing a letter at the moment. هي في اللحظة دي بتكتب letter أو بتكتب الخطاب. يبقى أنا كده معناها إن أنا بقول لك هي بتعمل إيه دلوقتي. ده بالنسبة للاستخدام لزمن المضارع المستمر، إن أنا بتكلم عن الحاجة الإيه اللي بتحصل دلوقتي. Very good. ده بالنسبة للجزء الخاص باليوسج الاستخدام. خلاص عرفنا استخدامه. تعالوا بقى نشوف ازاي نقدر نكون sentence او نكون جملة، والجملة دي تبقى معانا في زمن present continuous او زمن المضارع المستمر. هنبدأ نتكلم عن الفورميشن او الفورم التكوين. قبل ما نبدأ نتكلم عن تكوين جملة في زمن present continuous، هنبدأ الأول نشوف البروناونز اللي موجودة قدامنا هنا. أنا بشاور عليهم أهم. خدوا بالكم معايا. اول حاجة لو انا شاورت على الجزئية دي كلها، دي بنسميها السنجولار بروناون. انا حاطه عليهم سيركل اهو. I, he, she, it. دول بنسميهم ايه؟ ضمائر المفرد. very good. او الضمائر المفردة. معانا كمان هنا البلورال بروناون او ضمائر الجمع. you, we, they. very good. يبقى احنا كده معانا الضمائر المفردة I, he, she, it، ومعانا البلورال بروناونز you, we و they. كلنا طبعا عارفينهم. عارفين كمان ان I بنستخدم معاها ايه؟ am. very good. انا حاطه عليها سيركل اهي. بقول I am. he بنستخدم معاها is. she is. it is. very good. you are. we are. they are. دي أول خطوة في تكوين الإيه؟ في تكوين السنتنس أو تكوين الجملة. very good. بعدهم بقى خلي بالكم بنستخدم بعدهم الفيرب بلس ing، يعني بنجيب الفعل في الانفينيتيف في المصدر وبنزود عليه ing. تعالوا نشوف الإكزامبلز اللي موجودة قدامنا. I am playing chess. أنا بلعب تشيس. يبقى أنا كده بقول لك أنا بعمل إيه في الوقت الحالي، أو الحاجة اللي بتحصل دلوقتي أنا بلعب تشيس أو أنا بلعب شطرنج. very good. معانا هنا I وجبنا بعدها am واستخدمنا playing الفيرب play وضفنا ليه ing. he is having lunch. هو دلوقتي بيتغدى. يبقى أنا بقول لك هو بيعمل إيه في الوقت الحالي. هنا معانا السبجكت he، جبنا طبعا بعدها is، لازم نقول he is، وجبنا بعدها الفيرب having الفيرب have في الانفينيتيف وضفنا ليه ing. they are sleeping. هنا معانا السبجكت they استخدمنا معاها are، لان هنا السبجكت معايا زي بنقول are. they are وجبنا بعدها الفيرب sleep وضفنا ليها ing. they are sleeping. ده بالنسبة لتكوين affirmative statements او الجملة الخبرية المثبتة في زمن present continuous او زمن المضارع المستمر. اهم حاجة يا حبايبي نكون مركزين في الكلام اللي انا قلته دلوقتي. يلا نشوف بعد كده معانا ايه. معانا هنا بقى الكي ووردز الكلمات الدالة. خلاص احنا دلوقتي عرفنا مع بعض ازاي نقدر نكون affirmative statements جملة خبرية مثبتة في زمن المضارع المستمر او في زمن present continuous. عايزين بقى نعرف ايه الكي ووردز ايه الكلمات الدالة على زمن present continuous. هنبدأ نقراهم دلوقتي. at the moment اهي حبايبي انا بشاور عليها. at the moment في هذه اللحظة. look معناها انظر. listen انصت. watch out احترس. now at present كل كلمة موجودة معانا. يلا نبدأ نقراهم تاني مع بعض. at the moment look listen watch out now at present. هتقولوا لي مالها الكلمات دي. بصوا يا حبايبي
الكلمات دي لو اي كلمة منهم جت معانا في السنتنس في الجملة لازم نستخدم الفيرب بتاعنا في زمن البريزنت كونتينيوس. ما ينفعش نستخدم اي زمن تاني غير البريزنت كونتينيوس، يعني زمن المضارع المستمر. تعالوا نقراهم لاخر مرة. at the moment, at the moment, look, listen, watch out, now, at present. اي واحدة منهم جت معايا في السنتنس او في الجملة لازم استخدم زمن ايه؟ البريزنت كونتينيوس. very good. تعالوا نشوف الفيرست اكزامبل اللي موجود قدامنا. my grandfather جده is repairing his laptop now. جده دلوقتي بيصلح اللابتوب بتاعه. very good. يبقى انا كده عرفت هو بيعمل ايه دلوقتي. my uncle is watching TV at the moment. عمي أو خالي is watching TV بيشاهد التي في at the moment في هذه اللحظة. يبقى أنا بقول لك هو بيعمل إيه في اللحظة دي. هنا my uncle طبعا هنا دي singular مفرد، استخدمنا بعدها is، جبنا بعدها الverb plus ing معانا هنا watching. أتمنى يا حبايبي نكون فهمنا الجزئية دي كويس. والمطلوب مننا بقى في الجزء ده الwords اللي احنا قريناهم دلوقتي at the moment, look, listen, watch out, now, at present. الwords دي لازم نبقى حافظينها كويس ونخلي بالنا منها لو جت معانا في السنتنس. معانا بقى هنا لاحظ أن عند إضافة ال ing للفعل. خلي بالكم بقى معايا من الجزئية دي كمان. عندي هنا الأفعال المنتهية بإي، نحذف الإي عند إضافة ال ing. هتقولوا لي إيه الكلام ده؟ بص يا حبايبي، اولا احنا حافظين فيربس كتير قوي، حافظين افعال كتير قوي. لو انا هاخد الفيرب في زمن الانفينيتيف او الفعل في زمن المصدر وطلبت منك دلوقتي تجيب لي فعل بينتهي بحرف الاي، اوكي، الفيرب ده عايزين نحوله لزمن البريزنت كونتينيوس، عايزين نحوله لزمن المضارع المستمر. هنحوله ازاي؟ اول حاجه تعالوا نشوف الفيرب اللي موجود قدامنا هنا. كلمه تيك اهي انا هحط عليها سيركل، ركزوا معايا. دي فعل كلنا عارفين تيك معناها ياخذ، دي فعل من الافعال اللي بتنتهي بحرف الاي اهي موجوده معانا. عايزين نحولها للبريزنت كونتينيوس. هنعمل ايه؟ اول حاجه مطلوبه مننا ان احنا هنلغي حرف الاي اللي موجود في الاخر اهو يا حبايبي، انا شطبت عليها، وهنضيف الاي ان جي هتبقى معانا تيكينج. نفس الكلام كلنا عارفين الفيرب كام اهو معايا، هنحط عليه سيركل اهي، ركزوا معايا. الفيرب كام كلنا عارفين هنا بينتهي باللتر اي، اخره حرف الاي. يبقى هنعمل ايه؟ هنحذف الاي اهي، هنحذفها مع بعض، وبعد كده هنضيف الاي ان جي هتبقى معانا coming. يا ريت نخلي بالنا من الجزئيه دي. يعني هتقولوا لي اي فعل بينتهي باللتر اي، اي فعل بينتهي بالحرف اي بنحذفه وبنضيف الاي ان جي. خلي بالكم يا حبايبي علشان ما نضيفش الاي وبعدها نضيف الاي ان جي، لازم نحذفها الاول. معانا هنا بقى كمان بعض الأفعال المنتهية بحرف ساكن قبله حرف متحرك واحد، غالبا ما نضاعف الحرف الأخير قبل إضافة ال ing. هتقولوا لي الكلام ده معناه إيه؟ بصوا بقى ركزوا معايا في اللي أنا هقوله دلوقتي. لو أنا شاورت دلوقتي على الفيرب put هنحط عليه سيركل أهو مع بعض، يلا واحدة واحدة كده، وسألتكم يعني إيه put؟ put معناها يضع. very good. لو أنا عندي فيرب زي ده، لو انا قلت كمان اولا الفيرب ده الفيرب put بينتهي باللتر تي، شايفين التي هحط تحتها small dash. consonant or vowel، حرف ساكن ولا حرف متحرك؟ very good. هتقولوا لي consonant. excellent. قبلها معانا كمان اللتر يو، هنحط تحتها كمان small dash. يو هنا معانا consonant or vowel، حرف ساكن ولا حرف متحرك؟ هتقولوا لي vowel، حرف متحرك. very good. يبقى نخلي بالنا لو جه معانا الفيرب بينتهي بكونسونانت لتر او بحرف ساكن وقبله فاول وقبله حرف متحرك، في الحالة دي هعمل duplicate last letter، بعمل او بضاعف الحرف الاخير. عندنا هنا التي عملناها duplicate فبقت معانا putting. نفس الكلام cut بقت معانا cutting. يا ريت يا حبايبي نخلي بالنا من الرول دي، القاعدة دي مهمة وكتير مننا بيتلخبط فيها. معانا كمان هنا الافعال المنتهيه بالاي اي، نحذف الاي اي ثم نضع واي اي ان جي. الكلام ده معناه ايه؟ لو انا دلوقتي جيت وطلبت منكم محتاجه فيرب او محتاجه حد يقول لي اي فعل بينتهي باي اي، الفيرب ده اهو معانا اهو يا حبايبي، انا بحط عليه سيركل. هنا الفعل ده بينتهي باي اي،
انا دلوقتي محتاج احوله للبريزنت كونتينيوس او زمن المضارع المستمر. هنحوله ازاي؟ بصوا بقى معايا، اول خطوه هنعملها لو الفيرب معايا او الفعل بينتهي باي اي، اول حاجه هعمل ديليت للاي اي، هشيل الاي اي هنا وهنحط مكانها واي اي ان جي. دي قاعده ثابته لازم نبقى عارفينها ومركزين فيها. الفيرب داي بقى معايا dying. نفس الكلام lie، وكلنا عارفين lie معناها ايه؟ معناها يكذب. هنشيل الاي اي اهي، هنحذفها اهي وهنضيف ليها واي اي ان جي، هتبقى معايا lying. يا ريت نخلي بالنا من الثري رولز، الثلاث قواعد اللي موجودين قدامنا علشان نقدر نحول الفيرب او الانفينيتيف لزمن البريزنت كونتينيوس او زمن المضارع المستمر. معانا هنا بقى الجزء الخاص بالنيجاتيف النفي. عايزين دلوقتي بقى نتكلم ازاي اقدر اكون نيجاتيف ستيتمنت او جمله خبريه منفيه في زمن البريزنت كونتينيوس. نفس الكلام، قبل ما اقول تكوين الجمله تعالوا نشوف الجزئيه اللي انا عايزه اقول لكم عليها دلوقتي. عندنا اولا هنا الضمائر، البروناونز اللي هي معايا اول حاجه الضمير اي، هنحط عليها سيركل اهي. كلنا عارفين الاي بيجي معاها ايه؟ الاي بيجي معاها ام اهي، ام اهي هنحط تحتها سمول داش. very good. لو انا عايزه احولها للنفي هقول I am not. ضفنا كلمه not اهي، هنحط عليها سيركل صغيره يلا مع بعض اهي. very good. يبقى انا كده محتاجه ان انا اعمل جمله او نيجاتيف ستيتمنت، جمله خبريه منفيه. هقول ايه؟ I am not. معايا نفس الكلام، هي موجوده معانا اهي، وشي وإت. دي طبعا singular pronoun ضمائر مفرد، كلنا عارفين بتاخد ايه؟ بتاخد is. فانا في حاله النفي هقول ايه؟ isn't. اوكي، او ممكن استخدم الشورتن فورم الصيغه المختصره بتاعتها واقول ايه؟ isn't. يعني ممكن اقول is not، ممكن اقول كمان isn't. معايا هنا كمان البلورال بروناونز you ووي وذي، كلنا عارفين بياخدوا are not، يلا نحط عليها سيركل اهي. يا اما ممكن استخدم الشورتن فورم بتاعتها الصيغه المختصره واقول ايه؟ aren't. يعني ممكن اقول are not، ممكن اقول aren't، الاثنين معايا تمام، الاثنين معايا correct. بعدهم بقى بنستخدم الفيرب بلس الاي ان جي زي ما احنا شايفين هنا قدامنا. يبقى في حاله ان انا لو عاوز اكون جمله في زمن البريزنت كونتينيوس زمن المضارع المستمر بس الجمله دي تبقى منفيه نيجاتيف، بستخدم الرول اللي موجوده قدامنا I am playing cards. دي هنا جمله affirmative مثبته، محتاج احولها للنيجاتيف. يبقى هعمل ايه؟ هضيف كلمه not زي ما موجود هنا، تعالوا نحط عليها سيركل. يبقى هقول ايه؟ I am not playing chess. very good. نفس الكلام لما اقول he is reading a book، هو دلوقتي بيقرا البوك، عايزين نحولها لايه؟ لنيجاتيف. هنقول ايه؟ he or she is not، او ممكن نستخدم الشورتن فورم بتاعتها watching TV. يبقى هنا جبنا كلمه ايه كمان؟ كلمه not، نحط عليها سيركل كمان. very good. they are swimming. we are not diving، او ممكن نقول we aren't diving. very good. اتمنى يا حبايبي نكون فهمنا ازاي نقدر نكون نيجاتيف ستيتمنت جمله خبريه في زمن البريزنت كونتينوس. لو محتاجين نكتب القاعده دي كلها اللي موجوده معانا ونطبقها في تكوين الجمله مفيش اي مشكله. معايا هنا بقى ازاي اقدر اكون question. عايزين دلوقتي نعرف ازاي نقدر نكون سؤال في زمن البريزنت كونتينيوس او في زمن المضارع المستمر. اول حاجه احنا عندنا two types of questions، عندنا نوعين من الاسئله. اول حاجه هبدا السؤال بتاعي زي ما احنا شايفين هنا am or is or are، بعدها هستخدم السبجكت الفاعل، بعدها هستخدم الفيرب بلس الاي ان جي. طبعا انا لو سالتكم دلوقتي am ايه البروناون اللي بنستخدمه معاها؟ هتقولوا لي I، يبقى في الحاله دي هقول ايه؟ am I. very good. طب لو قلنا هنا is شاورنا عليها اهي، تعالوا نحط سيركل عليها، وقلت انا تعالوا نحط كمان سيركل على الام. يبقى احنا كده هنبدا الكويشن بتاعنا اول حاجه بالام وبناخد معاها البروناون I. very good. ومعايا هنا كمان is هنستخدم معاها ايه البروناونز اللي بتيجي مع is؟ he she it. excellent. نفس الكلام برضو are نحط عليها سيركل. البروناونز اللي بتيجي معاها اللي هي البلورال بروناون ضمائر الجمع we you they. very good. are you learning sign language؟ هل انت بتتعلم لغة الاشارة؟ بدأنا هنا الكويشن بتاعنا بار. لو انا سألتكم ليه بدأنا الكويشن بار؟ تعالوا كده نحط الاول سيركل على الار. ليه استخدمنا ار في بداية الكويشن؟ very good. هتقولوا لي علشان السبجكت معانا هنا you.
معانا هنا كمان learning، ضفنا للفيرب ing وكملنا الكويستشن بتاعنا، مفيش اي مشكله. لو انا بقى محتاج ادي affirmative answer او positive answer، بقول ايه؟ بقول yes I am. لو انا هدي negative answer هقول no I am not. Is Sarah cooking lunch؟ هل سارة بتطبخ الغدا دلوقتي او بتجهز الغدا دلوقتي؟ بدأنا هنا is لان طبعا سارة هنا معانا she singular وجبنا بعدها الفيرب cooking. لو انا عايز ادي اجابة مثبتة هقول yes she is or no she isn't. ده بالنسبة لل yes or no question. اتمنى نكون فهمنا الجزئية دي كويس وما تقلقوش هنحل على الحاجات دي بعد كده. معانا هنا بقى السكند تايب، النوع الثاني في تكوين السؤال WH question. عايزين نبدأ نتعلم ازاي او ايه الخطوات اللي انا همشي عليها علشان اقدر اكون سؤال في زمن البريزنت كونتينيوس، زمن المضارع المستمر. في حالة السؤال بكلمة استفهام يتم وضع كلمة الاستفهام قبل is or are. الكلام ده معناه ايه؟ اول خطوة في تكوين السؤال في زمن المضارع المستمر او في زمن البريزنت كونتينيوس، اول حاجة هستخدمها كلمة الاستفهام او الكويستشن word. كلنا طبعا عارفين كلمات الاستفهام. بعدها هستخدم am or is or are، ده نمبر 2. بعدها هستخدم السبجكت، معانا هنا نمبر 3. بعدها هستخدم الفيرب بلس الاي ان جي، وفي الاخر خالص هستخدم الكويستشن مارك علشان ده معايا سؤال. What is he doing؟ هو بيعمل ايه دلوقتي؟ جبنا اول حاجة اداة الاستفهام اهي معانا what. تعالوا مع بعض كده نحط عليها سيركل، وبعدها قلنا is علشان انا هنا معايا السبجكت هي، فلازم طبعا اقول is he، واستخدمنا الفيرب doing. قال لي هنا في الانسر في الاجابه he is doing his homework. طبعا الاجابه هنا هتبقى معايا في زمن البريزنت كونتينيوس لان السؤال معايا في زمن الايه؟ البريزنت كونتينيوس. What are you doing؟ انت بتعمل ايه؟ I am helping my father. جبنا هنا كمان اداه الاستفهام اهي معايا what، نحط عليها سيركل كمان. استخدمنا هنا are. لو انا سألتكم ليه استخدمنا are هتقولوا لي علشان السبجكت هنا معانا ايه؟ you. نحط عليها سيركل مع بعض اهي، وجبنا بعدها doing. What are you doing؟ رد عليا قال لي I am helping my father. انا بساعد بابا دلوقتي او في الوقت الحالي. اتمنى يا حبايبي نكون فهمنا وسجلنا الخطوات اللي هنقدر بيها نكون سؤال في زمن البريزنت كونتينيوس. معانا دلوقتي بقى هنعرف الفرق في الاستخدام ما بين البريزنت كونتينيوس والبريزنت سمبل. في كتير مننا بيتلخبط ما بين البريزنت كونتينيوس المضارع المستمر والمضارع البسيط. امتى نستخدم المضارع المستمر وامتى نستخدم المضارع البسيط، وبنبقى متلخبطين ومش عارفين امتى نستخدمهم. تعالوا معايا واحده واحده وركزوا في اللي انا هقوله دلوقتي. The present simple tense اول حاجه هتكلم عنها زمن المضارع البسيط. امتى نستخدم زمن المضارع البسيط؟ It's used to express habits. الكلام ده معناه ايه؟ زي ما احنا شايفين هنا عادات. في جملة قدامي والجملة دي بتعبر عن عادة. كلنا عارفين يعني ايه عادة؟ something like routine. اوكي، حاجة زي الروتين انا بعملها كل يوم. I always drink milk for breakfast. انا دايما بشرب اللبن في الفطار. يبقى هنا في السنتنس انا بتكلم عن habit او عادة، حاجة انا بعملها انا متعود عليها. ده الفيرست يوسج. السكند يوسج routine and repeated actions. الروتين والافعال المتكرره، يعني الحاجه الروتينيه اللي انا متعود عليها او الحاجه اللي انا على طول بعملها باستمرار. لما اقول لك we go to school every day، احنا بنروح المدرسه كل يوم، يبقى هنا استخدمنا الفيرب go. تعالوا مع بعض نحط عليه سيركل في زمن ايه؟ البريزنت سمبل. نفس الكلام برضو الثيرد يوسج الاستخدام الثالث things that are always true. الحقائق. يعني ايه حقائق؟ يعني هتقولوا لي حاجه حقيقيه. يعني ايه؟ لما اقول my aunt عمتي او خالتي lives in Cairo بتعيش في القاهره، يبقى دي حقيقه، يبقى انا كده بتكلم عن حاجه حقيقيه انها عايشه فين؟ عايشه في القاهره. يبقى في حاله لو السنتنس بتاعتي او الجمله بتاعتي بتعبر عن حاجه فيها truth، فيها حقيقه، يبقى في الحاله دي هستخدم زمن البريزنت سمبل. تعالوا بقى معايا هنا البريزنت كونتينيوس. It's used to express things that are happening now. الحاجات اللي بتحصل دلوقتي، وقرينا الاكزامبلز دي مع بعض. تاني يوسج هي unfinished actions in progress around now. أفعال تحدث ولكن لم تنتهي حتى الآن. يعني أنا بتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي. إحنا دلوقتي قاعدين بنعمل إيه؟ إحنا بنفهم الدرس أو إحنا بنشرح الدرس دلوقتي. هل إحنا خلصنا دلوقتي؟ لا، إحنا already مخلصناش. يبقى إحنا بنتكلم عن حاجات بتحصل دلوقتي ولكن لم تنتهي إلى الآن.
My sister is learning to dance. هي بتتعلم الدانس. يبقى معنى كده انها لسه ما خلصتش وهي لسه ايه مستمرة. هاني is studying medicine. يبقى معنى كده ان هو ايه ان هو لسه ما زال studying medicine. Number 3 او ال third usage temporary situation or actions أفعال أو مواقف مؤقتة يعني حاجة بتبقى لفترة مؤقتة حاجة مش مستمرة. تعالوا نفهم بالإكزامبل لما أقول they are painting the school this week هم بيدهنوا المدرسة في الوقت ده أو في الأسبوع ده. يبقى أنا كده بتكلم عن دهان المدرسة. يبقى أنا كده بتكلم عن إيه؟ عن temporary situation عن موقف مؤقت. أتمنى يا حبايبي نكون فهمناهم كويس علشان ما نتلخبطش فيهم. أهم حاجة في الآخر إننا نفهم السنتنس كويس ونشوف الجملة اللي قدامنا بتعبر عن إيه. معانا هنا بقى الجزء الخاص بالإكسرسايز. I at the moment. أخدنا كلمة at the moment أهي أنا هحط تحتها line. قلنا في هذه اللحظة. I'm studying study. يلا يا حبايبي كده واحدة واحدة وناخد وقتنا. الكوريكت answer هتبقى معانا إيه في نمبر 1؟ very good. الكوريكت answer هتبقى معانا نمبر A هي هنحط عليها circle. I am studying. number 2 be quiet the baby is sleeping. الكوريكت answer معانا هتبقى ايه؟ الكوريكت answer هتبقى معانا the baby is sleeping. very good. don't forget to take your umbrella. ما تنساش تاخد الامبريلا او الشمسية. it rains is raining. الكوريكت answer معانا هتبقى ايه؟ ناخد وقتنا واحدة واحدة. الكوريكت answer هتبقى معانا نمبر B هنحط عليها سيركل اهي مع بعض. هتبقى معانا it's raining في مطر دلوقتي نازل. يبقى انا كده بكلمك عن حاجة بتحصل دلوقتي. I am sorry I can't hear what you are saying. يلا حبايبي واحدة واحدة كده. هو كان يجيب لي ده correct answer. الإجابة الصح معانا هتبقى ايه في نمبر 4؟ I am sorry I can't hear what you are saying. Okay, very good. هي دي معانا ال correct answer. Rise every day. Has he eaten? Is he eating? Does he eat? ال correct answer معانا هتبقى ايه؟ واحدة واحدة كده ونشوف الإجابة الصح. الكوريكت انسر هتبقى معانا هنا does he eat rice every day. هل هو بياكل رز كل يوم؟ every Monday Sally her kids to their football practice. driving is driving. الكوريكت انسر معانا ايه في نمبر 6؟ الكوريكت انسر هتبقى معانا هنا نمبر B Sally drives. very good. number 7 at the moment. does she work? will she work? is she working? did she work? الكوريكت انسر معانا ايه في نمبر 7؟ الاجابه الصح معانا هتبقى ايه؟ الكوريكت انسر هتبقى معانا نمبر B هقول is she working at the moment. هل هي تعمل في هذه اللحظه؟ very good. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا الجزء الخاص بالاكسرسايز وخلصنا كمان درسنا النهارده زمن البريزنت كونتينوس تنس. اتمنى نكون فهمنا الدرس كويس ولو محتاجين نركز فيه ونسمعه تاني نرجع الفيديو ونسمعه مفيش اي مشكله. ولو عجبنا الدرس ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصل لكم كل الدروس الجديده على قناتنا Time for English. وما تنسوش كمان تشيروا الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم عشان هم كمان يذاكروا معاكم زمن البريزنت كونتينيوس.